شنو اللي غادي يخليني نشري الدراجه الكهربائيه؟ شحال وصل الثمن ديالها؟ شحال وصل السرعه القصوى ديالها؟ واش فعلا مرتاحه كيف ما كيقولوا؟ واش فعلا يمكن لي يتنقل فيها في اي بلاصه؟ واش فعلا يمكن لي نخدمها غير بابليكاسيون؟ واش فعلا البيس ديالها رخيص؟ هادشي هذا كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو. الا كنت باقي ما تابونيتيش دخل تابونا عندي القناه ديالي باش دائما يوصلك الجديد. كيف العاده ديما الاستفاده. هيا بينا. كوبر تورينغ برو من صنع شركه كوبر، واللي ظهرت في الاواني الاخيره واللي تشهرت بانها صديقه البيئه، لان يمكن لك تنقل بها في اي مكان بدون ما تسبب للبيئه حتى شي ضرر. نبداو باول حاجه اللي هو الشكل الخارجي ديالها، واللي على شكل دراجه ناريه، واللي كيتميز هو انها عندها ملتي-سيرات في الامام بجوج وملتي-سيرات في الخلف بجوج. هذا دليل على انها تقدر تهزكم اذا كنتو دو بلاص وتتحرك بكم في اي مكان بجوج بينا، وتقدر تحرك بينا في اي بلاصه وتطلع بينا في اي عقوه. هيا دو بلاص تحرك بكم في اي مكان وتطلع بكم في اي عقوه وساوت بكم في اي حوده. وشنو اللي كيميز هاد الدراجه الكهربائيه؟ راه اي موتور يقدر يعمل هادشي هذا اللي كتقول. الفرق اللي بيناتها هي ان هذه تقدر تحرك بكم للامام وترجع بكم ماجريال دو بلاص. ها جوج ناتك في هذه الشيشه كيجيونا فيها جوج ديال العجلات العبر، واحد اللي هو 120 70 12 اللي تقريبا بحال العبر ديال الموتور، وكيديونا للريح ديال جوج ونص كل رويده. كذلك تميز الفارو ديال الامام والفارو ديال الخلف، وكذلك السنيالات ديال اللي، وايضا فيها الضوء اللي جا في الخلف ديالها واللي زاد في الجماليه ديالها. وما ننساوش الاضواء اللي كاينه في الازرار اللي هما حتى هما كيجيو اللون الازرق، وكذلك يزيدوا في الجماليه ديالها، بالاضافه الى الاضواء اللي جاوا في الجانب واللي يمكن لك تتحكم في الالوان ديالهم غير من الهاتف ديالك. خليك مع الفيديو حتى الاخر باش تعرف كل شيء. ومن الحاجات اللي كيميزوا هاد الدراجه هما الكراسي اللي جاونا، الكراسي ميديكال واللي كيعطيو واحد الراحه والانسيابيه ملي كتكون جالس، وايضا فيها كفر كبير وكافي باش تعمل فيها جميع الاغراض ديالك، بالاضافه للمكان ديال الشارج اللي هو تا هو ما نساوهاش، والشاشه اللي جاتنا بواحد الشكل انيق وكطلع لنا جميع المعلومات على الدراجه، لا من السرعه لا من الكيلومتراج، لا شحال باقي لها الباتري، لا الفيتاسات اللي ماشيين فيها، لا الاضواء، بزاف ديال الاشياء. هذا اللي خلاها على انها تكون بشكل جميل ورائع. وماشي غير هادشي هذا فقط، كذلك البطاريه اللي ذكرنا وقلنا على انها تقدر تطلعك في اي عقبه بجوج بيكم، والجهد اللي فيها راه يمكن لك تمشي بك مسافات 150 كيلومتر. هي 150 كيلومتر يمكن لك تشارجيها بجوج اماكن، يا اما تشارجيها بالبطاريه نفسها او تشارجيها من المكان اللي عاملين لك دراج. وايضا يمكن لك تعرف نسبه الشارج ديالها في ثلاثه ديال الاماكن. المكان الاولاني اللي هو الطابليو، المكان الثاني اللي هو البطاريه بنفسها، المكان الثالث اللي هو ابليكاسيون اللي في الهاتف واللي غادي نشرحها لكم في اخر الفيديو. بقى مع الفيديو حتى الاخر. باش نركبوا هذا الموتور كاين 4 ديال الطرق. الاولى اللي هو الساروس اللي كيخدم بحال اي موتور، الثانيه اللي هو NFC اللي كتزوجها الطابليو كيشغل هاد الدراجه، الثالثه والرابعه اللي كيكونوا داخل ابليكاسيون. الاولى فيهم كتكون داخل ابليكاسيون كتسكي ستارت كتراكب موتور، والثانيه غير كتقرب من الموتور ديالك كتكيب هاد الزر هذا كيشغل لك الموتور. وهاد الابليكاسيون حتى هي نشرحها لكم، غير بقى مع الفيديو حتى الاخر. كيجينا فيها ثلاثه ديال الفيتاسات، بروميير والدوزيام والتروازيام. والتروازيام ديالها كتوصل السرعه القصوى ديالها 70 كيلومتر الساعه. واحد الحاجه اللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، وبزاف ديال الناس شارين هاد الدراجه ولكن ما ماكتيفيش فيها موديس. انا غادي نوريكم دابا اكتيفي موديس كيفاش تعدلوا. اول حاجه كتشبر NFC وكتشبر السيروس، كديماري بالسيروس هو الاولاني وكتضغط على فران وكتعمل NFC فوق الطابليرو. هنا كيتاكتيفاو اوتوماتيك موديس، وها انت يمكن لك تمشي بالبروميير والدوزيام والتروازيام. بارطاجي الفيديو هذا مع الصديق ديالك اللي عنده الدراجه هذه وقول له واش انت ماكتيفي هذا الموديس او لا. وهذا الزر هذا ديال بي بزاف ديال الناس ما عارفينش شنو هو الدور ديالو. الدور ديالو كيف ما قلت لكم قبيله يمكن لك ترانكيبيه، وكذلك اذا وقفتي يمكن لك تخدمو باش انه اذا جا شي واحد يكسرها لك ما يعرفش يبك الموتور، لان هذا الضوء ما يعرفش واش مراكي ولا لا. وكذلك فيها الزر ديال الار اللي هو ماشاريال، وانا الزر هذا الصراحه هربوني لانه يمكن لك ترجع بهذا الموتور هذا ماشاريال. دابا غادي نتكلم لكم على جوج ديال الابليكاسيونات اللي كتخدم بهم هذه الدراجه. الاولاني اللي هو اللي كيتيح لك فرصه على انك تتحكم فيها كامل، والثاني اللي كيتيح لك فرصه على انك تتحكم في الالوان ديالها. نبداو باول واحد اللي هو بانيرايت، بين قوسين هادو الجوج اللي يمكن لك تحملهم في ايفون، يمكن لك تحملهم في اندرويد. من بعد ما كنحملوا ابليكاسيون كنقوموا بكري الكونت ديالنا، من بعد كنربطوا الهاتف بالدراجه، فهنا كنحصلوا على جميع المعلومات ديال هذه الدراجه، منها البطاريه ومنها المعلومات الاخرى. اول حاجه كتجينا اللي هي ستارت، هذا الزر هذا كيشغل الدراجه او كيوقفها، يعني ما تحتاجش المفتاح تقدر تشغل الدراجه فقط من التطبيق. ثاني خانه اللي هي ديزارمي، هذه الخانه هذه الدور ديالها هي الارم، اذا حرك لي شي واحد الدراجه ديالك
فكتعمل الارما وكتصدر واحد الصوت. وعندنا كذلك فين هذا الزر هذا كيساعدك تلقى الدراجه ديالك في اي مكان، مثلا اذا كنتي في باركي. ثالث خانه اللي هي نير انلوك، هاد الميزه هذه كتخليك على انك تفتح الدراجه الناريه وترانكيها غير ملي تقرب قدامها، واللي هي ذكرناها قبيلات. تاليها الشير اللي هي يمكن لك تبارطاجي هاد المعلومات كاملين مع اي واحد كذلك حتى هو عنده غير هاد الابليكاسيون تبارطاجيها معاه غير بالتليفون ديالك. والتطبيق الثاني اللي هو لوتس لانتر اكس، وهذا التطبيق هذا كيتيح لك فرصه على انك تتحكم في الالوان، كتيليشارجي وكتربطو مع الدراجه وانت كتحكم في الالوان ديالها اللي فيها بزاف ديال الالوان. ودابا غادي نتكلمكم على نظام الحمايه اللي في هذه الدراجه. الدراجه قادره تحمي راسها براسها. كيفاش؟ اول حاجه اذا نسيتيها مرانكيه ملي كتبعد عليها كتكس اوتوماتيك. ثاني حاجه اذا قدر الله بغى يسرق لك شي واحد، تخيل معايا الدراجه كتسمى الماشينير راسها، انا بغيت نسرقها كترجع شوف كترجع فهمتي. صافي صافي. بالنسبه للبيس ديالها، البيس ديالها رخيص وموجود بكثره، يعني ما تخافش عندك ما تجبرش البيس ديالها، البيس ديالها موجود ورخيص. باقي لنا ثلاثه ديال الحاجات: الثمن ديالها، الكارانتي ديالها، وراسورانس ديالها. قبل ما نذكرهم صليوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالنسبه للثمن ديالها اللي هو 19000 درهم، وبالنسبه للثمن ديال الراسورانس ديالها فقط 550 درهم للعام، وايضا فيها كارانتي اللي هو عامين، يعني اي مشكل وقع لك فيها عامين ديال الكارانتي. وهاد الكارانتي هذا ماشي كلشي كيعطيه، فقط الشركه الاصليه والفروع ديالها. ودابا نخليكم مع السينماتيك على الدراجه الكهربائيه، وغادي نعملوا تيست درايف اللي غادي يكون فيه ثلاثه ديال الاماكن مختلفه. المكان الاولاني غادي يكون حي شعبي نشوفوها واش تقدر تدوز بكل سلاسه. المكان الثاني اللي هو الشارع العام اللي غادي نشوفوها واش جايبه راسها مع الطوموبيلات اولا محقوره. المكان الثالث غنشوفوا التصفيق ديالها شحال غادي توصل في الكونتور. خليكم مع الفيديو. اخويا كيما كتشوفوا هاهي الدبابه قدامنا اللهم بارك. هذه التوليد كل جماليه فيها تبارك الله. نشعلوا لها الديوان لحظه ما تجيش نزيدوا لها السينيالات معنا سيدي. دابا غادي نشوفوا شحال القدره نطلعوا بها التفصيل ديالها، ومن بعد غادي نشوفوا واش جايبه راسها مع الطوموبيلات ولا لا، يعني واش الطوموبيل كيتيتو علينا او لا ما كاين فيها حتى شي مشكل، كيولدوا عاديين. ومن بعد غادي ندخلوا بها الاحياء الشعبيه باش نشوفوا واش وسط الاحياء الشعبيه قادره تجيب راسها ولا لا. دابا غنمشيو التروزيام ولا البريمير، نشوفوا البريمير ديالها شحال التفصيل ديالها. لا بريمير 38 دوزيام ديال 42 تروزيام ديال شويه الشرطي هنا غادي تزيد الحاجه، غادي تستيو هي كيفاش عامله الطريق، وغادي تستيو واش الطوموبيلات كيتكلفوا علينا، يعني واش كاين شي ازعاج في الطوموبيلات، واش محضورين اللي كاين الطوموبيلات المواطن اولا جايبين راسنا معاهم. سير على الله الطوموبيلات كيبانوا اللي محضورين دابا. ما كتشوفوا هاد الطوموبيل وهاي انا الطوموبيل غادا وانا غادي، يعني مزيانه شرقي بزاف. والحاجه الوحيده اللي عجباني بزاف هو الفران. الفران غير كتنوي الفراني كتورا الفراني، غير كتنوي الفراني
كما الاخوان موتورة واعرة موتورة بحال موتور دليفون بحال غير هادي ساكتة عليها وفيها اوبسيونات زايدين وتكنولوجيا زايدة. فيما 95 94 والريح والله غادي ما كاين الريح. دابا غادي نتجهو واحد البلاصة اللي شعبية بزاف ونشوفوها واش جايبة راسها معاهم أو لا. اخوان جاتني واحد الفكرة في راسي صراحة الله، معرفتش واش باغي شي واحد عملها ولا لا، ولكن غادي نوقف في وسط واحد العقبة اللي كاسحة غادي نرجع بها بمشاريع ونشوفوها واش فيها الجد مشاريع في العقبة ولا لا. باش تجي معايا هاد العقبة هادي داتها كاسحة الراس ديالها، غادي نوقفو في النص ديالها ونحاولو نرجعو بمشاريع ونشوفو واش غادي ترجع بينا مزيان ولا لا. كنظن واقيلا باقي ما جربتش شي وحده من اللعيبه هادي، وانا غادي نجربها ان شاء الله. شو العقبه؟ عقبه كاسحه ناحيه طالع 35 مزيان فوق مزيان ماشي غير مزيان. غادي تشوفوا العقبه كيفاش عامله، انا ندور باش تبان لكم مع القصه. العقبه غنوقفوا في النص ديالها ونحاولوا نرجعوا مشاريان ونشوفوها واش جاي ترجعنا مشاريان ولا لا. مشاريان مشاريان خدمناه ونشوفوا واش جاي ترجعنا ولا لا. إنا لله ودي أحمد والله إلا رجعنا في العقبة ودي ولا قال مشي مشاريان والسلام ما عليك صافي. نجحتي بهذا الاختبار تا هو، نزيدو اختبار الاخرين اللي باقيين. والتجربه الاخيره كيف ما قلت لكم اللي باقا لنا هي نجربوها في الاحياء الشعبيه. دابا غادي ندخلوا في الازقه اللي شويش مضيقه وفيها الناس بزاف نشوفوها واش سلسه او لا. ياك يعني كتدخل تبارك الله انا ولد بالله ما يكذبش ما كتعمل لا صوت لا والو، حتى كتخرط قدام رجلو اللي فيها واعر. اذا ما كلاكسونيتيش راه ما يعرفكش واش جيتي ولا لا. النصيحة ديالي لأي واحد باقي ما جربش هاد الدراجة، عندك شي نهار تمشي تجربها، لأن إذا جربتيها غادي تعجبك، وإذا عجبتك غادي تشريها. فالرأي ديالي عليها هو 10 على 10. اللهم يزيد ويبارك. نتلاقاو في فيديو جديد. تشاو.